السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع مهم كيتعلق بالنساء اولا الرجال بجوج بحال. كنت دائما كنبغي نهضر فيه لانه كنت هضرت مع 3 البنات في التليفون وعاودوا لي تقريبا عندهم نفس القصه. والبارح هضرت مع واحد السيده حتى هي عندها نفس القصه. قلت لها غدا ان شاء الله ندير فيديو باش نحل العوينات البنات. ملي كتكونوا عندكم شي مشكل مع رجالاتكم وكتمشيو تهضروا مع الطبيب ديالكم، كتصحبوا ما غيديرش لكم السينيال، بيان سور غيدير لكم السينيال. ملي كتمشيو لا بيمي وكتهضروا معاهم على المشاكل اللي عندكم في الدار وعندكم الوليدات، كتحبوا ما غيديروش السينيال، بيان سور غيديروا السينيال. المدرسه ملي كتمشي تجيبي بنيتك ولا وليدك وكتقولي حكا راه مشاكل في الدار، راه بيان سور غيديروا لكم السينيال، لان اي حاجه كتعلق بالوليدات هما كيديروا لها السينيال نيشان. كنتي غير مزوجه انت وراجلك بوحدكم ما كيتسوقوش، ولكن ملي كيكونوا داخلين فيها الوليدات بيان سور كيديروا لكم السينيال. يعني الا بغيتي تهضري ما تهضري مع حتى واحد، ما تعاوديش للطبيب ديالك. ردوا البال من هذه القضيه. وهاد العيالات هادو اللي هضرت معاهم كلهم يعني حتى حاجه ما كتعلق بالوليدات، يعني غير هما ورجالاتهم، وداروا لهم السينيال وجاو ليهم للديور وقلبوا ليهم الديور. بحال السيده البارح اللي دارت معاها قلبوا ليها الدار كلها، الحمام، البيوت، البلاكارات. واحد السيده قالت لي شحال هذا قلبوا ليها ميم الثلاجه حلوها. يعني كيشوفوا اي حاجه كتعلق بكم، كيراقبوكم، كيمشيو للمدرسه يسولوا وليدات، كيراقبوا الوليدات في المدرسه، الطبيب ديالكم كيعاودوا ثاني يسولوه، جيرانكم كيسولوهم، اي حاجه كتعلق بكم كيتبعوا الدوسي ديالكم. يعني هادو كاع اللي هضرت معاهم الحمد لله بقاو شي 6 موا ولا 1 نو تقريبا وصافي وتحل لهم المشكل. وانما الا كانت شي حاجه قد هكا راه مشيتو فيها، مشاو لكم وليداتكم، الله يعطيكم السر، عرفوا اش تقولوا وعرفوا لمن تقولوا، واسراركم وهادشي ديالكم خليه عندكم، عرفوا لمن تعاودوهم. ونهاركم مبروك. السؤال ديالك مهم بزاف بالنسبه للوليدات اللي في الماتيرنيل، خصوصا اللي في لاكتيت سيكسيون واللي غيدخلوا المدرسه. احسن حاجه بالنسبه للبنيتات الا كنتو تلبسوهم صايا جيب، حاولوا تلبسوهم معاهم هذيك البيرميده فاش ما يبقاش يبان لهم الكيلو ديالهم اللي يبركوا ولا يلعبوا ولا شي حاجه. هذه وحده. ما تلبسوش الوليدات ديالكم الكويميجات بزاف، سيرتو كانوا ينعسوا في الدورطوار، يعني كتكون صعيب انه ملي يفيقوا خاصهم يعرفوا يسدوا، وهما ما كيعرفوش، يعني خاص الوقت انه سد ليا نسد لك. هذه جهه. وحاجه اخرى بالنسبه للسراول الجين الاولاد الذكور، عندكم هذوك اللي سليم راهم هما كيتعذبوا وحنا كنتعذبوا، لانه تخيلوا نتوما في الدار ولدك غتلبسيه السروال يعني مكروز، يعني راه ماشي ساهل. مازال البنات اللي كيكون عندهم هذاك الليغين يعني كيجي ساهل في اللبوس ولا البيز. السبيبطات عاوتاني عافاكم بلا ما ديروا لهم هذوك السبرديلات بالسيوره بلي لاسي، حاولوا ديروا لهم هذوك اللي بسكراتش هكا شنشن ساهله. حاجه اخرى عاوتاني حاولوا انكم كذلك الصاك ديال وليداتكم ديروا فيه شونج، ديروا فيه السميه في الصاك، السميه لداخل، والميكا فيها حويجات ديال التبدال، بحال مثلا الصيف راه ديروا فيه حويجات التبدال، البرد كذلك. الا كانوا عندهم لي شوسون في المدرسه هي هذيك، ما كانوش عندهم لي شوسون في المدرسه ديروا لهم وحدين، حيت الوليدات ملي كيكونوا مرات يديروا بيبي ولا شي حاجه راه كتهبط لهم حتى على السبيبطات ديالهم. وكذلك ملي كتكون الشتاء هما كيخرجوا يلعبوا راه كيوسخوا اي صباطهم كيسردوا، يعني خاصهم باش يبدلوا. وكنتمنى نكون جاوبت كارتي على الاسئله كلها، يعني الوليدات البنات هما هادشي اللي كاين. نهاركم مبروك. الاسئله اللي جاتني على الكايد ولا ليزم، هذاك الكايد اللي كتعطيكم اللي يعطيكم المعلم ولا المعلمه، هذاك ماشي باش ولادكم يرسموا فيه ولا تلصقوا فيه الصوره ولا شي حاجه، هذاك لو كايي يعني حاجه باش تواصلوا نتوما المعلم ديال وليدات، المعلمين ديال وليداتكم. يعني المعلمين كيكتبوا لكم ميساج كيتعلق بالمدرسه، او لان ما غاداش تكون، او لا ان ولدكم عنده شي كومبورطمون ولا شي حاجه مهم، ولا عيد ميلاد، ولا خاصكم تجيبوا شي حاجه ولا علاقه لا كوبيراتيف. يعني هذاك الشيء اللي كيتعلق بوليداتكم. وكذلك نتوما الا كان عندكم شي ميساج ولدكم ما كاينش ولا لاحظتوا شي حاجه بغيتوا تكتبوها للمعلمه، يعني كتكتبوها لها. يعني الا كان ولدكم غادي يكون
يغيب المدرسه في واحد لا دات تالتال كتكتبوها ليهم. والكاي ما كيبقاش عندكم في الدار، يعني ملي كتعطي لكم المعلمه مع السلامه في العشيه كتشوفوا هذاك لو مو وكتسينيوه كترجعوا ليها في الصباح، يعني بلا ما تخليوهم هما كل مره يقولوا لكم فينا هو الكتاب فينا هو الكتاب. ياكو هذه نقطه كنتمنى تكون جاوبتكم عليها. نهاركم مبروك. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. عرفتي اليوم عيانه وقلت ضروري ندير لكم هذا الفيديو. اول حاجه وليداتكم ملي تكون عندكم شي مشكل مع رجالاتكم الطبيعي كيف ما كل شيء، حاولوا انكم تهضروا قدام الوليدات، انكم تعيروا، انكم تقولوا شي كلمات خايبين قدام الوليدات، حيت كلشي كيتعاود. وكذلك علموا ولادكم انه الحاجه اللي توقع في المدرسه في الدار تبقى في الدار، لان الوليدات كيتحدثوا كيعاودوا المعلمين، وكيكونوا الوليدات الثاني اللي كيكونوا في السونتر يعني كيبقاو في ليتود ولا في لا غاردوري حتى هما كيعاودوا. يعني كاينين لي زانيماتور ولا لي زانيماتريس اللي ما كيعاودوش هذاك الشيء اللي قالوا المديره اولا المعلمه، ولكن كاينين اللي واحد جوج او الو هاكين وكاين. ردوا من هذه القضيه وشدوا وليداتكم وبركوا معاهم في الطابله وقولوا لهم هانتو الحاجه اللي توقع في الدار خليوها في الدار، بلا ما تمشيو تعاودوا للمدرسه ولا المعلمه ولا صحابكم ولا لازم ولا اي واحد اشنو كيوقع في الدار. لان الوليدات كيف ما كتعرفوا انهم بعض المرات كيديروا شي قصص من ريوسهم، يعني كتوقع شي حاجه قليله في الدار هما كيمشيو يأولوها على طريقتهم. ردوا البال من هذا الشيء ونهاركم مبروك. عليكم السلام اختي. جاوني بزاف الاسئله على هذا الموضوع ديال الافغاس، مي ما كانش عندي معلومات كافيه انني نقولهم لكم. سولت اليوم عاوتاني وقريت على الموضوع وكل شيء. كاين في بروكسل خرجوا الناس داروا مانيفيستاسيون، خرجوا على برا، خرجوا العربيين المسلمين، خرجوا نصارى، خرجوا يهود، خرجوا جميع الجنسيات كانوا، راك على ما اظن راكم شفتوهم، انهم ما موافقينش على هذا المنهج يديروا لهم في المدرسه، حيت باغيين يديروه حتى في الماتيرنيل. تخيلوا معايا عباد الله، حتى في الماتيرنيل. اما فرنسا في الماتيرنيل ما كيهضروش على هذا الموضوع، يعني كيقولوا بانها انت راه دري عندك زيزي ذكر وانت يا بنت عندك فرج يعني بنت، مي كيفاش التزاوج، كيفاش التحول من الجنس للجنس هذه ما كيهضروش فيها. مي في البريمير كيهضروا سطحي، فهمتي؟ هنا فرنسا كنهضر لكم على فرنسا، نهضر لكم على البلايص اللي انا سولت فيهم. شي بلايص اخرين الله اعلم، عافاكم البنات اللي كنتو عارفين شي حاجه قولوها لينا. كيهضروا معاهم بالزربه، يعني على التزاوج بالزربه، يعني ما كيبقاوش يعني مره واحده في العام ولا جوج مرات كيهضروا معاهم، مي ماشي درس خاص على هذا الشيء. فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ عاوتاني في السيزيام راه كيهضروا بالزربه، مي على البنات خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، راهم في البريمير راه كاينين البنات اللي لقاوهم علاقه مع الولاد. هذه خذوها من عندي، في اغلبيه المدارس في البريمير راه كاينه علاقه مع الولاد. وفي الماتيرنيل كاينين الوليدات اللي كيقول بنيسه اجي نبوسك نوريك كيفاش كيدير البوسه. انا كنتاسف انني هضرت معكم هكا، مي بغيت نقول لكم كلشي بوضوح. يعني خاص نتوما الاباء الدور ديالكم انكم تشرحوا للولاد انه لا ما تبوش، ما تخليش لي بوتك، ما تخليش لي قيسك، ما تخليش دير هذا، الا مشيتي دير بيبي البس السليب ديالك، ما تخليش الاخرين يشوفوك. فهمتي؟ يعني هادشي كيبدا اصلا من الدار، عاد واش المدرسه كتكمل. اما هاد افغاس حاليا ما كاينش في المدارس اللي كنعرف في فرنسا. مي بروكسل راهم داروا حاله وكنتمنى يا ربي انه ما يدوش، كنتمنى انه ما يدوش، لانه كنشوف مصيبه كبيره الى داز، مصيبه كبيره. نهاركم مبروك. بالنسبه انك تسولي على ولدك ما كاين حتى مشكل اختي، تسولي كيف ما بغيتي يوميا، تسولي عندك الحق. هذاك ولدك كان في مدرسه عندك الحق تسولي يوميا، وتقدري تسولي نفس سؤال المعلمه، ما كاين حتى مشكل. حيت بعض المرات الاطفال كيكون النهار عندهم شويه ثقيل، كيكونوا غيبداو يمرضوا مثلا،
يعني الولد الطفل ملي كيبغي يبدا يمرض كيكون عيان، كيكون ناعي باغي ينعس، كيكون عينو حمرين، كيكونوا عينيه عامرين بالدمعه، يعني هنا كيكون الولد غادي يبدا يمرض. بعد مرات الاستاذ المعلمه كتنسى تقول لكم هذا الشيء، ولكن نتوما ملي كتسولوا كتفكروها، يعني كتقول لكم سي فغي راه كاين وكاين شحال قدهم ساكن يتفكروا. البنات اللي ولادكم كياكلوا في لاكونتين، يعني خاصكم تقولوا واش دا لاكونتين دات مزيانه ولا ما داش مزيانه، واش كلا ولا ما كلاش، حتى نتيا في الليل كتعرفي واش انا كيتوزع عليه ياكل ولا ما ياكلش، راك عارفه. يعني بالنهار لا تقول لك المعلمه راه ما كلا والو نهائيا، يعني ولدك راه فيه الجوع، يعني في الليل غديري ليه شي حاجه زوينه اللي تعجبو، تعاود ديري ليه الكوتي كبير يعجبو. بعد مرات كيديروا الكوتي ديال لانيفرسير في المدرسه وانتيا تمشي للدار وعاودي تزيدي ليه عاوتاني الكوتي يزيد ياكلو. يعني خاصك تعرفوا هاد القضيه. ولا كونتين وقيله قلت ولا ما قلتش والله ما عقلت، لا كونتين واش كلا مزيان ولا ما كلاش مزيان. المهم انا ملي كنبغي نجاوبكم كنجاوبكم من قلبي ما كنبقاش نخمم اش نقول واش ما كنقولش، يعني كنجي وكنجاوب. نهاركم مبروك. الا نسيت شي حاجه البنات عافاكم فكروني فيها، ومسلمه. وما تحشميش ما تحشميش ما تحشميش، ولدك عندك الحق تسولي 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 وفوالا. السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا للناس الميساجات والتعاليق وكل شيء، الناس من القريب وبعيد اللي عزاونا في الخوت ديالنا في المغرب اللي توفاو. الله يرحمهم ويصبر الاهل ديالهم. وكنقول الناس هذوك اللي ماشي ناس، يعني كلمه الناس كبيره عليهم، لان وحدين باكين يقولوا افكار لبنى كتجمع التبرعات. وانا جداني لهذا الشيء، راه كاينين ناس مختصين في هذا الشيء. نتوما باغيين تستغلوا الفرصه وتجمعوا الفلوس، واش نتوما ما كتخافوش الله؟ واش نتوما ما عندكمش القلب؟ واش نتوما هذوك الفلوس اشنو غادي تسربحوا بهم؟ شوفوا الناس مساكين ما بهم عليهم وماتوا، ونتوما باك نستغلوا في الفرصه. انا يا البنات وراني والله العظيم ما عندي دخل في هذا الشيء، ما كنجمع لا تبرعات ولا شي حاجه. راه كاينين ناس مختصين اللي كيجمعوا التبرعات. ما تعطيوش فلوسكم اللي كان، ردوا البال. وانا هاد بنادم هذا مالو؟ وهاد بنادم انا ما كنفهم فيه حتى حاجه. ما كتخافوش الله؟ ما عندكم فين تنعسوا؟ ما كتفكروش؟ واش ما عندكمش حتى الدماغ عندكم واشنو فيه؟ طمع. استغلوا الفرصه اللي الناس فيها محتاجين المساعده ديال بصح، وانتم غديروهم في جيبكم وكتقولوا الاسم ديال واحد الشخص اخر. وانا كون عرفتكم فين والله العظيم تندمكم، وانما ما عرفتكمش. البنات بالله يعطيكم السر، انا ما جامعه لا تبرعات لا حتى حاجه. اللي بغات دير شي حاجه راه كاينين مراكز خاصه بالتبرعات، انا ما عندي حتى دخل. ونهاركم مبروك.